اللهم زودك يا روح. يا حاج انت جايب قناة ولا انت فاهمها ولا انا فاهماها، يبقى تقلب بقى وتجيب قناة عدلة نتفرج عليها زي ما خلق ربنا. الله، شوفوا برضه ولا كأني بتكلم. هو انا مش بكلمك يا راجل؟ هو انتي ما ينفعش تتكلمي عادي زي البشر؟ لازم تعلي صوتك في وسط الكلام. جرى ايه يا ولية؟ في ايه؟ وعلى فكرة بقى دي قناة مين اللي بيرن عليا؟ ده مين الرقم الغريب ده؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مين معايا؟ الحاجة نادية. معلش حضرتك ممكن تعرفيني اكتر انتي مين؟ اصلا معلش انا اسف مش فاكر. كنت بتلعبي معايا وانا صغير؟ دودة. مش تقولي يا حبيبتي اللي انتي دودة؟ لك وحشة والله يا دودة. والله عاملة ايه؟ واخبارك واخوات عيلتك واخوات اخواتك ايه؟ مش سألين يعني ولا شايفينكم. ده انا اخر مرة شفتك فيها كنت قبل ما اتجوز. طبعا البيت بيتك، تنوري في اي وقت. في انتظارك النهارده يا نادي. ماشي سلام تنورونا في اي وقت. ماشي سلام بقى سلام. نادية دي كانت صديقة الطفولة. صديقة طفولة كنت لسه طفل. نادية، ده انا كنت كل ما اشوفها كنت بكرش عليه. كرشي كنت بحس ان هو هيرجع عليها. هو انا اتكلمت ولا فتحت معاك بقي؟ وبعدين من نادية دي ما سمعتش يعني انا قبل كده. هو انت عندك قرايب جديدة وانا معرفش؟ وهم جايين كده مش انا المفروض ان هم يعرفوك ان هم جايين قبلها بيوم؟ انا رايحة احضر للاكل للي كنت بتكرش عليها، لا سوري اسفة، للي كنت بترجع عليها. يا شيخة غوري، دي كانت احلى جارة شفتها في حياتي. اي نعم هي سعادية شوية بس حتة زبادي ملبن. بطاية كده في نفسها. مش انتي؟ قال يا نادية تعالي دلوقتي مش الساعة 6. ايوه تعالي دلوقتي. ماشي سلام. البست جاية، الكراش جاية. ايه ده؟ هي لحقت للدرجات اللي غالية عندها؟ حاضر يا دودة، قصدي يا نادية. اهلا نادية، اتفضلي تعالي من بيتك، اتفضلي خشي. يا حاجة انت يا ولية دودة جد. خشيلي يا دودة، تعالي اتفضلي يا ندودي. نادية اتفضلي. اباي عليك يا حاج، انت لسه زي ما انت كده. بس يلا بلا حديد ماسخ وتعالى نقعد، ده انا رجل انقطع. يا رجلي، كيفك يا حاج يا صديق عمري؟ الا بالحق، مرتك فين يا حاج؟ وبنيتك فين؟ انا بقيت كويس لما شفتك يا جميل. الحاجة اهي جوه بتحضر لنا الفطار. يا حاجة تعالي سلمي على نادية. تعالي يا حاجة يلا. ايه الحاجة جت اهي. صباح الخير، اهلا. ازيك يا نادية، عاملة ايه؟
ليكي وحشة والله. وانا اقول البيت ماله مليان نور كده ليه؟ اتارك انت جيتي نورتيه. منورة والله يا حبيبتي. يا دي النور يا دي النور يا دي النور. ده احنا كده مش محتاجين نشغل النور. ثانية واحدة وهتلاقي الفطار عندك يا حبيبتي. مش كفاية انت كنت صديقة الطفولة؟ قال قوليلي يا حبيبتي، هو انت هتباتي ولا هتمشي؟ قصدي يعني لازم تباتي عشان انت لسه جايه من سفر كده. لا لازم لا لازم، لا ما يصحش والله، لازم تقعدي معانا. هو ادخلي الحمام زي يخرجوا ولا ايه؟ لا يا حبيبتي، ده احنا بيتنا مفتوح للغريب قبل القريب. طب فكروا كده وانا داخله احضر لكم الفطار واجي. يا باي على مرتك عسل قوي. انا بقول لك يا حاج، كنت عايزاك في موضوع ده. معلش يعني انا هقعد عندكم يومين اتنين بس، لحد يعني لما اشوف مطرح هنا واقعد فيه. ما انت عارف يا حاج ان انا ماليش حد هنا، فمعلش يا اخوي لو كنت هتقل عليك. ولو مش موافق يا اخوي سيب لي مطرح هنا وملكش دعوه بالايجار. انا ادفع الايجار بس ملكش دعوه بالايجار. بس انت عليك يا اخوي اللي انت تشوف لي مطرح هنا امان ان انا ابيت فيها يا اخوي. كتر الف خيرك يا اخوي. اخس عليك يا نادية، يعني انت تيجي عند بيت اخوكي وتقولي لي شوف لي مكان تاني؟ بيت اخوكي يا نادية زي بيتك. شكرا يا اخوي. وانت يا نادية مش تقعدي يومين بس، تقعدي زي ما انت عايزة يا نادية. تسلم يا اخوي تسلم. يزيد فضلك يا اخوي، امين يا رب. كفاية عليكم كده حبايب الحلوين. ما تنسوش اللايك والاشتراك تحت القناة باللون الأحمر وتفعيل الجرس علشان كل ما نعمل فيديوهات جديدة توصل لكم يا حبايب قلب نادية من جوه. ده ناخدكم معايا ووريكم الجاموسي وانا بحلبها والبقرة. كمان عندنا جملة حلو ده ولبنها سكر. هاخدكم معايا جولة ده وتشوفوا الزرع هنا وتشوفوا حاجتنا الجميلة بالعواف يا حبايبي اخواتي.